ابراهيم حسن، ولنا واقفه مع الكابتن ابراهيم حسن النهارده ان شاء الله. هشام عبد الرسول توصل في الشمال، حافظ حافظ زي ما انا حافظ كده، لاحمد الكاس عرضيه، احمد رمزي مع الحارس، حسام حسن براسه جون، مصر في كاس العالم. اهو الدقيقه الرابعه 17/11/1989. لو الكاميرا تفتح على الجماهير، الجمهور مال الاستاد، ما هو الجمهور اصلا بيملى الاستاد. اي لقطه يجيبها لكم سعيد داوود لاي مباراه للمنتخب الوطني من سنه 60 يا اخوانا، ده سنه 69 الاسماعيلي بيلعب الانجلبير، الناس على اعمده النور في الاستاد. هو الجمهور محتاج؟ ما هو الخبر في الصفحه الاولى في الجورنال: 5 تذاكر فقط لكل مشجع، ومحاصره السوق السوداء. ادي الاستاد على اخره، فيهوش مكان فاضي. ولو عندك لقطات تانية يا سعيد هاتها، ما فيهوش مكان فاضي على اخره. نعمل ايه؟ الجماهير رايحه متحمسه، هتغني من قبل الماتش ب3 ساعات لحد ما الماتش يخلص باذن الله. اللعيبه عايشه. ايه جو التوتر اللي احنا عاملينه ده؟ ايه جو العصبيه اللي احنا عاملينه ده؟ كابتن ابراهيم حسن عامل حمله، وانا جبت حق الشعب المصري. جبت حقه منين يا كابتن ابراهيم؟ من مين يا كابتن ابراهيم جبت حقه؟ احنا ضد اي خروج عن السلوك واي خروج عن المبادئ، واحنا مش هندافع يا كابتن ابراهيم عن سلوك خارج. مش مطلوب مننا ان احنا نطلع هنا وندافع عن سلوك خارج، لا. لو عملت السلوك ده في المانيا، في فرنسا، في الجزائر، في مصر، مش هندافع عنه. مش يعني مش يعني ننساق لضغوط. هوريكم لقطه الكابتن ابراهيم حسن في الجزائر، مباراه المصري مع شبيبه بجايه. ادي الكابتن ابراهيم حسن ضرب الحكم الرابع اول حاجه كده، ده لسه بسم الله الرحمن الرحيم، والراجل ما فتحش بقه. طبعا دي شتيمه كلها شغاله للراجل الحكم، وقال لك اصل احنا منتجنا، والراجل كانوا مغلوبين 2-0 بيصفر، والحكم مغربي، لقى مصيبه بتحصل بره، جري. ايه اللي بيحصل؟ كل ده قولوا لي مين اللي تعدى على ابراهيم حسن؟ الحكم الرابع بيقول له اطرد ده عشان عمل كذا كذا كذا. مين قال له كذا؟ قال له اتفضل اطلع بره. بص حضراتكم، رايح الناس اهو شاط ضرب. معلش انا بفكركم بس تاني، ده جاب حق المصريين كده كده، تف على الحكم الاساسي. ابراهيم موقوف 5 سنين من الاتحاد الدولي، راح على الحكم الرابع ضربه تاني وفي وشه تاني. لسه المسرحيه ما خلصتش بتاعت ابراهيم. راح الامن بمنتهى الهدوء بيحوش، يا ابني خلاص. ودول بتوع النادي المصري على فكره اللي حواليه، يا عم اطلع فوق، يا عم الله يرضيك. والتاني لعيب المصري بيقول له الوقت عشان عايزين يفوزوا. ولا حد اقترب من ابراهيم حسن خالص، لا من قريب ولا من بعيد. سابهم طبعا ده كل ده سباب وتطاول، والراجل ما فتحش بقه. حكم الجزائري كان رابع جزائري، ما عملش حاجه خالص. وادي الامن الجزائري ولا حد عمل حاجه. تاني كل ده من الكابتن ابراهيم حسن. لسه بتوع المصري يا ابن اهدى، طارق السعيد يا ابن، راح طالع تاني جاري تاني على الحكم المساعد، وادي البوليس وادي زملاته. السماعه طبعا احنا مش راضيين نجيب لكم الاصوات واللي بيتقال، والناس في منتهى الادب، ولا حد بيقول له حاجه، ولا حد بيعمل له حاجه، ولا حد مد ايده، ولا حد تطاول. وادي تاني. بصوا حضراتكم قولوا لي سلوك مدير كوره مع حكم. طب نعمل ايه؟ ايه المطلوب مننا؟ نطلع ندافع؟ الجماهير بتغني في المدرجات، تهتف ان شاء الله، حتى تكون الله لا يقدر بتقول اي كلام. مطلوب مننا ايه؟ لسه هيقلب الترابيزه كمان. كل ده ولا حد قرب من الكابتن ابراهيم حسن، ولا حد جه ناحيته، ولا حد قال له انت فين خالص. عشان بس حضراتكم لما تسمعوا ما تسمعوش من اتجاه واحد. الصوره دايما خير دليل. الصوره بص، ضرب زميله، ارجع بالصوره دي يا سعيد، لا ارجع بدي، ارجع بدي، ارجع. ده زميله، ده اداري في النادي المصري اللي اتضرب بالقلم على وشه ده، بيحوشه. تعالى يا عم، خلاص يا كابتن ابراهيم تعالى بقى، تعالى عشان خاطري. معلش طبعا شغال، بص كل ده ماشي مفيش مشكله، والراجل تعالى بقى خلاص يا عم مفيش مشكله، خد بالبوكس في وشه. ده مصري برضه اهو. نعمل ايه؟ ادافع انا عن ده، اقول ده سلوك جميل واضرب تعظيم سلام للكابتن ابراهيم حسن انه جاب حقوق كل المصريين من الجزائريين الكفره الفجر. عملوا ايه؟ ولا بص حضرتك لسه رايح للحكم تاني. بص عايز، والراجل الحكم في منتهى الادب حاطط ايده ورا ظهره، ولا عمل حاجه ولا حد. بص كمان برضه الترابيزه بنت 60 في 70 غلطان. ايه المطلوب؟ والراجل اهو بمنتهى، بص خلي بالكم لو حد هنا عمل كده في حد من الضباط ما تتعديش. ومع ذلك قالوا له
بصوا حضراتكم في ايه؟ بدأت خناقه وبدأت معركه وبدأت مشكله. ليه؟ يقول لك انا جبت حق الجزائريين وبعدين نجيبه على الهوا. يا اخي الواحد لما يغلط يرفع ايده يقول انا اسف. بطل ايه وبتاع ايه وبطوله ايه اللي بنبحث عليها؟ احنا بنبحث عن احترام وبنبحث عن ادب وبنبحث عن سلوك. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، هي دي اخر مره مصر هتلعب فيها الجزائر. الماتش هيخلص يوم 14/11، تطلع قرعه تاني، تصفيات كاس افريقيا للشباب للناشئين للكبار، الاهلي الزمالك الاسماعيلي اي نادي بتروجيت رايح يلعب هيبقى معاه وفاق سطيف، هيبقى معاه المولوديه، هيبقى معاه شبيبه بجايه، هيبقى معاه اتحاد العاصمه، هيبقى معاه اي نادي هناك. كل مره بقى هنودي فريق للجزائر هتبقى معركه بين الفرق المصريه والفرق الجزائريه، عشان في بعض الموتورين، عشان في بعض الغضبانين او بعض الزعلانين او بعض المحدثين اللي مش عارفين يعني ايه معنى الاعلام. ايه الاماره يا جماعه؟ ليه؟ في ايه؟